وصفتنا لليوم كريم كراميل من أشهر الحلويات الرمضانية اللي تقدم بشكل يومي على سفرة رمضان. رح أسويها معاكم طريقة مضمونة والطعم خرافي، رح يعجبكم كثير. عندي أول خطوة رح أكرمل تقريبا 3/4 من الكوب من السكر، ورح أتركه على نار هادية لحتى يذوب عندي السكر تماما ويصير لونه بني فاتح. هون بعد ما ذاب عندي سكر راح أوزعه بأي قالب. طبعا أنا حاطة هون قالب كبير، راح أستخدم هذا القالب. تقدروا تعملوه بعلب صغار، بصحون صغار، أو بقوالب صغار حسب رغبتكم. راح أوزع كل الخليط أو كل كمية السكر اللي ذوبناها وأتركه دقيقة على جنب لبين ما أجهز بقية المقادير. عندي هذه مقاديرنا. عندي 5 أكواب من الحليب السائل، عندي 3 ظروف من كريم الكراميل، كوب من حليب البودرة، وظرف دريم ويب، وعندي علبة قشطة. كل هالمقادير هاي مجرد إني راح أحطها بطنجرة، راح أضيف الحليب والحليب البودرة، وراح أضيف كمية كريم الكراميل والدريم ويب والقشطة. راح أحطهم كلهم على البارد وأحركهم مع بعض لحتى تختلط كل المقادير مع بعض. طبعا معروف إنه الكريم كراميل له طرق كثيرة، وبيعدنا أنواع من كريم الكراميل يضاف إلى البيض. مع الحليب يضاف البيض ندخله الفرن على حمام مائي. طبعا هالنوع من نوع الكراميل ياخذ منا وقت، فاليوم أنا محاولت إني أسوي معاكم طريقة سهلة. مجرد هون خلطنا كل المقادير، رح أستمر بالتحريك لحتى تغلي معايا، تاخذ لغلوتين 3 بس. بعدين رح أصبها فوق الكراميل اللي سويناه. طبعا عندي هون الخليط حار، رح أتركه على جنب، يعني يمكن ياخذ ساعة ولا ساعتين لحتى يبرد تماما. بعدين راح أدخله الثلاجة، يفضل إنه أدخله ليلة كاملة. وعندي هون الكريم كراميل، شوفوا ما شاء الله الشكل، يعني الشكل اللي يتكلم لحاله. ضروري تجربوها، راح تعجبكم كثير.